هموت واعرف الفكره دي جات لصاحبها ازاي. يعني ازاي حد يبص للمباني ويقول نسيب الطوب ونبني بالحديد؟ عارف ده حصل امتى؟ في القرن ال19، ودي كانت بدايه كل حاجه قبل ما يبقى فيه ناطحات سحاب. المبنى اللي كان فيه 3 ادوار كان بيتقال عليه برج عالي، لان البنى بالطوب والاسمنت كان معناه وزن تقيل جدا، والاساسات مش بتستحمل الارتفاع ده. لحد ما جه ويليام بي بارون المهندس الامريكي اللي حرفيا غير شكل المدينه للابد. صمم اول مبنى في العالم بيتبني بهيكل فولاذي بالكامل في سنه 85 في شيكاغو، مبنى هوم انشورنس بيلدينج. وبدل ما يشيل الادوار فوق بعض بالطوب اعتمد على الهيكل الحديدي. عارف ده وصلنا لايه؟ اول مبنى في التاريخ يوصل ل10 ادوار، والناس وقتها كانوا واقفين بيبصوا عليه بخوف مستنيينه يقع في اي لحظه. بس المفاجاه بقى، المبنى ما وقعش، بالعكس الفكره نجحت وبقت اسرع واقوى، والاهم بقت اخف. اكتر حاجه ساعدتها في الانتشار كان التوقيت اللي ظهرت فيه، لان في نفس الوقت تقريبا اختراع الاسانسير كان لسه جديد، وده خلى فكره المباني العاليه ممكنه ومطلوبه جدا. ومن هنا بقى ابتدت موجه ناطحات السحاب. وصلنا ل 1931 ان اتبنى امباير ستيت في نيويورك بطول 381 متر، والنهارده عندنا برج خليفه في دبي طوله 828 متر. ومصر كمان دخلت المنافسه بالبرج الايقوني في العاصمه الاداريه الجديده اللي هيكون اطول مبنى في افريقيا. حابب اسمع رايك، بتشوف ان ده الحد الاقصى اللي ممكن نوصل له، ولا ممكن مهندس قاعد في مكتب صغير يطلع بفكره ثانيه؟ ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيقول لك البرج الايقوني ملوش لازمه.